لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حارم لواني حفصة حفتا وشش لواني كاين تفسير قرآني بيروز بيم وخزمتان ومبستي رزامندي رب العالمين وهي ودارم اوي ازي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. بەڵ خۆشەویستان لێرەدا خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالە باز لە قەومێکی دیکە دەکا کە خوای گەورە پێغەمبەریانی لۆ ڕەوانە کرد عەلەیهیمو السەڵات وەسەلام. ئەو پێغەمبەرەی کەوا لێرەدا باز دەکا باز لە قەومی باز لە لووتە کە لە بۆ قەومەکەی ڕەوان دەکرێت عەلەیهی السەڵات وەسەلام. إذ قال لقومه کاتێکەوە باز لە قەومەکەی دەکا یاخود باس لە دەعوەی لووت دەکا لەگەڵ قەومەکەی و دەفەرمی أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. آية أن فاحشيك بدروشتيك أنزام ددن كوا هيت كسك لبيشانغو أو كاري أنزام ندايا. يتروك لتفسير قاسمي دلي ولوطا أي واتمانك وهذا بخشي وأذكر عبدنا لوطا عفوا لتفسير السعدي أي أذكر عبدنا لوطا وتباز لبندكي إيمة لوط بك عليه الصلاة والسلام كاتك ورواني كرت خوي جور سبحانه وتعالى لبو أو قومي وهو ابن أخي إبراهيم الخليل عليهما السلام. لوط لك برازاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكان قد آمن مع إبراهيم عليهما السلام كواتا إيمانه هنا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهاجر معه إلى الشام. هل قال أيش كوتسكر برو ولات الشام وتوطن بلد الكنعانيين من فلسطين هيكوا لا ولاتي كنعانية كان لفلسطين لوين يستجيبون. ثم حدثت مشاجرة بين رعاتهما يتر ديار لو بين وكول تفسيري قاسمي ياخذ تفسيري بابلين سعدي دلتن قرفتك لنيوان أو شوانيك وآجركاني لبو لود بخيو ذكر عليه الصلاة والسلام وعرفها لقل شوانكي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ديار قرفتك لنيوان يندرز دبيتن. فنزح لوط إلى وادي الأردن يتر لنتيجة لوط عليه الصلاة والسلام بخوي وبا أو عائلة أو مرمارات هيتي دروا لولاي منطقي أردن ولا يندرش لمدينة ولا شاري سدوم لا يندر نشتجد بي يترحل يندرش خوي جور سبحانه وتعالى وكو بيغمبر عليه الصلاة والسلام رواني دكا لبو أو قوميك لسدوم نشتجينا وهلوا لبو أو دوربريك لدوربري شاري سدوما. فصار يدعوهم إلى الله تعالى إتر بانجي كردن لولا إخوائي جور سبحانه وتعالى فرماني بيذا كردن بتاكا ريقري ليذا كردن لخرافة بتايبتي أو خرافي كأوان بي مبتلابون أو خرافي كوكو لتفسير سعيد الله اخترعوها أوان ديان هنا لبيش أوان هيج كسي كاري واي أنزام ندابو وكدر لنا بني آدم ولا من غيرهم نلا بني آدم أو خرافية أنزام درا نلا غير بني آدميش أنزام درا وهو إتيان الذكور واتبيا وبستلاي بياوي سبحان الله كبراس فاحشة زور بيسا. ثم بين تعالى إنكار لوط عليهم. خوای گەورە لەومان بەیان دەکا کەوا بە چ شێوەیەک لووت
عليه الصلاة والسلام إنكاري لو فاحشة دكا إذ قال لقومه لا تفسير معارج دله أي أذكر أيها المتلقي وتأوك سيكوا قرآن بيدقا باسي بك ببيرد بي لبيش ساود بي المتلقي الممتحن المكلف أو كسيكوا تلقي أو قرآن دكي أو كوا لجير امتحان وتاقي كرنوداي أو كسيكوا تكليف دليكرايا لبرتساود بما نبين لك من قصة لوط مع قومه أو كوا لوط بيان دكين لباسي لوط عليه الصلاة والسلام لقال قومكي يتر ضع هذا في ذاكرتك أو قصة وأو بابتان كتدابا ذكره لميش خوتي دابني ليكون هاديا وواعظا ومنذرا وحجة عليه تاوكل بوتبتا رينشان در تاوكو ببتا آموج غاريكار تاوكو ببتا ترسينر لبود ببتا حجة لسرد إذا لم تستجب لدعوة الحق التي جاء بها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أجر ولام ندي ولا ببان جوازكي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم كوا لا خوا هنايتي والتي اشتمل عليها القرآن وكتاب ربك للناس أجمعين كواتا لبيش ساود بي أواني كواد جاءت في غنبران دكان مصير يانتيا أتوش لبيش ساود بي إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة فاحشة أنزامدا ديار فاحشة بمعنى يسده أي الفعلة وكل تفسير قاسمي دله أي الفعل المتناهية في القبح أو كارو كردوي كوا أو طريق باحة قيزونا قال ابن كثير وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه راستي وكاري شواك بني آدم نزاني بوين ألفتي بو قضية قرتبو ولا يخطر ببالهم أصلا بخيالي كزدا نهت حتى صنعه أهل سدوم عليهم لعائن الله حتى وكو أهل سدوم أو كار قيزونيان لتاريخ بشرية أوان بنداهن أو أنزاميان دا وكو أو دليل لعنة كاني خوايان لسربي عليهم لعائن الله عمري كوري دينار دليل ما زنى ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط كات هيت نيريناك لقل نيريناشد كأو كاري أنزام ندى حتى وكو قوم لوط دايان هنا وليدي كوري عبد الملك كوا خليفة أموية هل أو خليفة كوا مزقوتي دمشق داهنا ضلت لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر قوم لوط ما ظننت أن ذكر نعلو ذكر سبحان الله طلع قربيتو أو نبي كوا خواي قور باسي كرديا كقوم لوط أو كاريان أنزام دا ضلع قد قمان لويندتو كوا كاري شوال تاريخ بشرية أنزام درابي أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أي ما عملها أحد قبلكم لبيشان كس أو كاري أنزام ندا ما سبقكم بها من أحد من العالم باءك دليل التعدية من قولك سبقته بالكرة أي ضربتها قبله كواتا لبو تعدية واتا ما سبقكم بها من أحد باءك لبو كواتا لبيشان هيت كسيك أو كاري أنزام ندى أبو سعود دلي والجملة مستأنفة مسوقة لتأكيد النكير وتشديد التوبيخ والتقريع كواتا أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين كواتا ليردا أتأتون الفاحشة لدواء وما سبقكم بها من أحد من العالمين دلي أو جملة لويا هندرايتوا تاوكو تأكيدي إنكار كرنا كيف كارتشي زور خراب دكان شاني أونا سركونا بكرين سرزانشت بكرين لبروي فإن مباشرة القبيح قبيح أنزام داني كارتشي قبيح ناشرين واختراعه أقبح كواتا أنزام داني كارتشي ناشرين هناشرين بلا ما قال كسك بخوي داي هنا بي ناشرين ترى فأنكر تعالى عليهم أولا إتيان الفاحشة ثم وبخهم بأنهم أول من عملها كواتا يكم زار بويكا وأوكار ناشرين وقيزون أنزام دان باشانيج لو خرابتر ويكا بخوان دان هنا وكل تفسير معاريج دلي السبق ما سبقكم بها السبق يستعمل بمعنيين دلي بدو معنى بكار ده السبق الزماني والسبق بمقدار كمية العمل أو كيفيته كواتا يعني بسبق زماني واتا
پێشینگۆ کەس نەیکردیە یانتە کرایە بەڵام بەو شێوازە و بەو کەمیەتە و بەو شێوازە و بەو کەیفیەتەی نەکرایە. طلع وما أظن أن ممارسة فاحشة إتيان ذكر لم تكن معروفة في تاريخ البشرية قبل قوم لوط. أو رأي عبد الرحمن بن حبر نكي ميدانية تصورناكم لتاريخ البشرية كسيق نبي لبيش قوم لوط أنزامي دابي بلام لم تصل أمة من الأمة الفاجرة إلى مثل ما وصل إليه قوم لوط. بلام هيس أمتك لبيش أو أمتي وكو أوان بوشي وقيزوني بو كمية زوري أنزاميا ندى فيما مضى من أهل القرون السابقة لهم ولم تزد عليه في كم الفحش ولا في كيفية أمة عابرة ولا معاصرة لهم. كواتنا أمتك معاصري وان به لقال أوان لا يجزم جياميان لبيشوان هيز أمتك نبكوا بو كمية بو كيفيتك وهم قومك خريج أو كاريبون. فقد كان قوم لوط في هذه القبيحة مسرفين جدا. كوات لو قباحتك وأنزامي عند زهر مسرفون زهر زيد رويان كردبو فاقوا به جميع معاصرين والسالفين. كواتا راستي لهموان ينتهي براند بلواني بيش خوان لواني كوالدو البريشيان دجيان. وأرى أن المراد بالسبق بالمعنى الثاني للسبق الزماني. كواتا الويد الامرأي موا أواني كوالا بيشوان كسان زامين دا بلان بو معناي دوم كوا بو كيفيته وبو كيفيته وبو كميتي هيت قوم يغنبون أو كارقيزوني أنزام ذن. بلان دفرمي ويعجبني إطلاق هلا درجة تفسيري معرش تفكر ويعجبني إطلاق كلمة السدومية على فاحشة إتيان الذكور. طلع براستي أمن وان بيتساكا كباز لو كارقيزة وندكره مسألة نيربازي دلي بيمتساكا بي بقوتري السدومية أو كاريكا وقومي سدوم ديكرد نسبة لبوزيقاكا وإماتة كلمة اللوطية نقب قوتري اللوطية يعني لواط كوا براستي لواط يعني لوطية دقرينا وسر كلمي لوط أو ناي بيغمبريك عليه الصلاة والسلام بلام أقر بلي سدومية دقريت وسر قومكي كوا أو قوم ابن أو كاري أنزام دابو لو فعلا قصكي زور معقولة أو كلمة زياتر اكسار كردوار خوان دقوتري نير بازي بلام بعربي كزياتر باب من اللفظي لواط يعني لوطية بكاردين دريتن حقا يعني لو أو كلمة لو أو كارقي زونا بدرية تبال أو كلمة كواناي بيغمبرك عليه الصلاة والسلام بلكو بقوتري سدومية فعلا زور زور لروي أدبه جوانتره باشان ثم استأنف بيان تلك الفاحشة تأكيدا للإنكار السابق وتشديدا للتوبيخ بقول سبحانه باشان كاتكوا بقشت بيان دفر من قو فاحشيك أنزام دنكوا هيز كسق لبيشان قوي أنزام ندى أو ذا باسي دكا تاوكو زياتر اشتكا الزور بزان اشتشي زور قوري أنزام دا بيان دفر إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون دفرمي إوا بيقمان دسنا لاي بياوان شهوة خوتان تير ذكان دور لآفرتان بلكو إيوا قوميشي مسرفو زيد رويتان كذا لها مشتاق إنكم لا تأتون الرجال وكل تفسير قاسمي دلي أي الذين خلقهم الله ليأتوا النساء لا ليأتيهم الرجال كواتا أنقود أسنا لاي بياوان أو كاران زام كلا أصلا وبياو خواهي قرواي دانا أو بتسي تلاي آفرتان نك بياو بستلاي بياو إنكم لتأتون الرجال إنك ولا مكا طبعا إنكم بالتأكيد بيقمان لا مكا لبو التوكيد زيادة لبو السرزانش كردني أوانا كأن ذلك أمر لا يتحقق صدوره من أحد لو كارك خلاص أوي بشر بينايكا وفي تاج العروس أتى الفاحشة يعني إنكم لتأتون الرجال تأتون لسهاتية لأتا وهاتية بمعنى كسر أتى الفاحش أي تلبس بها وأتى أو كاري أنزام دا ويكنى الإتيان عن الوطء وهو من أحسن الكنايات كواتا وش كناية لزماني عربي وبتابت القرآن في روز بكار هندرا وتلزاتي ويكوا بفعلي كبابن الناوي كاركلي بندرا بالكوبا إتيان وبهاتنا لا كوا براستي مراعاة لاني أدب القرآن في روز زور زور كرايا
أتأتون الرجال شهوة أي للاشتهاء لا حامل لكم عليه إلا مجرد الشهوة كواتا أنقو دين بياو دست لاي بياو مجرد لو الشهوة خوي تربكات بو هيج تيش كنية ولا ذم أعظم منه لأنه وصف لهم بالبهيمية كواتا براستي كاتي كوا كارك أنزام ددري بس بدافع الشهوة براستي وزيات الله بهيمة ولا آجر جان لبرد وشيتو نقل إنسانان وأنه لا داعي له من جهة العقل البتة كطلب الناس لونه كواتا هيتس داعية شدي كنبو كواتا كاتك وإنسان دستلاي آفرد بتاي بتي أو كوا خيزاني خويتي وحلالي خويتي بيزي لو كوا أو قضية فطرية كوا خوي يقول الإنسان خلق كردية تيري دكا بيزي لوش هدفها شي زور بيروزي تدا كوا نانوي من دال ووسع كوا لدواي خوي بيتن أو ريقا وريبازا بقري تبر كبالتأكيد أو قناعتي بيها إنكم لا تأتون رجال شهوة بدون النساء أي مجاوزين عن مواتاة النساء اللاتي خلقن لذلك كواتا ناين للاي آفرتان أو كار أنزام بدن بلكو دسنا لاي آفرتان يعني ناين للاي آفرتان كخواي قول سبحانه وتعالى وايدانا أصل وبياو بستلاي آفرد بو أو كار أنزام دا بلكو أنقو دسنا لاي بياوان أو كار أنزام ددن كبحقد أو زيد روي كردنا نكهلا أصول الشريعة لا خوروش تبرز بل كل فترة خلقة إنسانيش زور دورة بل أنتم قوم مسرفون وكو لتواوكري قسكي لوط عليه الصلاة والسلام لبو قومكي الله لبر توابون كان لير دوسين باجتماع رب العالمين لو أن إذا دين وخصمة دوات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون